سيجلس في حجرة ويرتدي قناعا ليستنشق من خلاله النيتروجين حتى الموت. تفاصيل صادمة سيشهدها أول حكم إعدام في تاريخ أمريكا سيتم تنفيذه عبر الخنق بغاز النيتروجين خلال يناير الجاري. هذا هو كينيث سميث المدان بجريمة قتل والذي سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وسائل إعلام عالمية قالت إن حكم الإعدام سيطبق عبر وضع القناع ليغطي وجه وأنف كينيث، ومن ثم سيتم ضخ غاز النيتروجين بالقناع لمدة تتراوح بين 5 دقائق إلى 15 دقيقة ليستنشقه حتى الموت. ورغم أن النيتروجين يشكل 78% من الهواء ونستنشقه عادة، إلا أنه يكون قاتلا في حال لم يختلط مع الكمية المناسبة من الأكسجين. وبما أن كينيث سيكون الحالة الأولى التي يتم تجريب عقوبة الإعدام عليه، فإن احتمالية الأخطاء واردة. أطباء في أمريكا قالوا إنه قد لا يموت أصلا بهذه الطريقة إذا اختلط النيتروجين مع الأكسجين خلال تنفيذ العقوبة، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن الإعدام عن طريق الاختناق بالنيتروجين سيسفر عن موت مؤلم ومهين. وفي حال لم تنجح العقوبة ستكون هذه المرة الثانية التي ينجو فيها كينيث من الإعدام بعد أن فشل إعدامه بالحقنة القاتلة في نوفمبر 2022 بسبب إخفاق عدة محاولات لإدخال الإبرة في وريده.